السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير، احوالكم جيده. رجعت لكم في فيديو جديد. غبرت عليكم شحال هذه ما حطيت شي فيديو، ولكن انا رجعت ان شاء الله كي غاديين مع الدخول المدرسي ديال وليداتكم. انا هنا لقيتوني عاد خرج مشيت قضيت مجموعه من الاشغال. هنايا رجعت بديت كنقاد الكتوبه ديال الابن ديالي. عارفين الدخول المدرسي خاص الدفاتر، تشريو الكتوبه، تشريو داكشي اللي خاص. المهم بديت كنغلف داكشي كامل، كندير لي زيتيكات، كنقاد السميات راكم عارفين. هنايا نتشارك معكم هاد لاطروس وهاد الكارطابل اللي خديت لولدي هاد العام. باقي عنده الصراحه لي تروس ديال الاعوام اللي فاتوا باقي جداد، وباقي عنده لي كارطابل، ولكن عارفين في الدخول المدرسي ضروري الكارطابل ولا تروس يكونوا جداد. فهنايا هاد المره هادي مولفه كناخذ له لي كارطابل من إلسي وايكيكي. هاد المره ما لقيتش في إلسي وايكيكي، لقيتهم صغار بزاف، فخديت هادو اللي جابوهم بيم. خديت هاد لاطروس، شكروه بزاف الناس اللي خداوه الاعوام اللي فاتوا. قال لك صحيح ويعني كبير، وفعلا انا شفتو مخيط مزيان. فيه لاسباس فين يجمع الادوات ديالو كاملين. فيه هنايا جوج ديال سنيسلات، وهنايا الكارطابل كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه لي كارطابل ديالهم انا بانوا لي صحاح وكبار كيهزوا الكتوبه. كما شفتوا فيهم 3 كولور، فيهم داك البيض، فيهم الغوز البنيتات، وفيهم هذا البلو. انا اختاريت هذا البلو هذا احسن باش هكا ما توسخش وما يبانش فيها الوسخ دغيا. البيض دغيا كيتوسخ. بالنسبه للجيب الاولاني كيجي على هذا الشكل هذا، راها كبيره فريمون، هزات لي الكتوبه ديالو كاملين. وكاين هاد الجيب لي اللور، وفيه ديك البلاصه بحال هكا البيسي ولا طابليت. وكاينين هاد الجياب الصغار حتى هما، وكاينين جياب في الجناب بالنسبه للقرعه ديال الماء. بالنسبه اشنو خديت تاني، خديت هاد لي غاليت هادو اللي كيتباعوا في بيم، راني ديجا تشاركتهم معكم، كاينين في بليزيور غو. خديت هادو اللي بلا سال، خديت هاد لي غاليت هادو ديال الاعشاب، هادو بنان كيجيو منسمين بالزنجلان والنافع، الاخرين كيجيو منسمين بالقرفه فنين. وكاين هاد غريبه تراديسيونيل حتى هي بنينه وزوينه صراحه. هادو هكذا الا ما كانش عندكم الوقت باش انكم تقادوا الحلوى في الدار فكتاخذوهم. انا خديتهم هكا غير في الاول بيد ما صاوبت شي حاجه، نبقى نصيفط معاه الكوتي. وصاوبت هاد القريشلات هادو اولا هاد البغيوش. صاوبتهم ليه هكا باش نبقى نصيفطهم معاه. هكا ديروا لهم شوكولا من الوسط، ديروا فرomاج. تقدروا كذلك انكم ديروهم على شكل برجر، حيت انا كنديرهم محلوينش هكذا، كنستغلهم سوا مالحين سوا حلوين. ودابا غادي نصاوب واحد الكيك بالقرفه اللي غادي نشاركو معكم، اللي ساهل حتى هو بزاف وكيجي هشيش وزوين. غادي نبداو على بركه الله المقادير. فبالنسبه للمقادير عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب، عندي الدقيق حسب الخليط، عندي جوج ديال البيضات، نص كاس اولا كاس صغير ديال سنيده، عندي جوج خمارات والزبيب والقرفه. هادو هما المكونات، راهم ساهلين. يعني مكيطلبوش شي حاجه كثيره. هاد الكيك مكيطلب شي حاجه كثيره. غادي نبدا معكم على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض. بالنسبه للبيض خاصو يكون بدرجه حراره المطبخ كما موالفين. عندي هنايا سنيده اولا سكر خشن. كديروا العبار ديال الكاس اللي عبرتوا به الحليب. سينو الا ما كتبغيوهاش حلوه بزاف فديروا غير نص كاس. هنايا صافي غادي نبدا كنطرب البيض مع سنيده حتى كيتبدل لي اللون ديالهم، سواء نديرو الطراب اليدوي اولا الطراب الكهربائي على حسب المتوفر عندكم وفاش كترتاحوا. من الاحسن باش يسهل عليكم هكا التطريب، من الاحسن ديروا الطراب الكهربائي هكا كيطلع لكم دغيا داك الخليط ودغيا كيبيض كما شفتوا اللون ديالو تبدل. فهنايا غادي نستمر في التحريك. انا ما وجدت صراحه بزاف ديال الحوايج كما شفتوا، درت غير البغيوش ودرت هذا الكيك، وشريت هادوك الحليوات هكايا من بيم صراحه زوينين وبحال لا مقادين في الدار هكا باش نعاون بهم. ابخي غادي نوجد حويجات اخرين بطبيعه الحال. فهنايا غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت نصف كاس، وغادي نطرب اي مكون ضفتو للخليط ديالي فراني غادي نطربو.
هنا غادي نضيفوا الحليب. اللي ما بغاتش دير الحليب تقدر دير كاس ديال الياغورت ديال الفاني ولا اي كو نتوما بغيتو، ولكن من الاحسن ديروا الحليب باش هكا ما يطغاش شي كو اخر على هذاك لو كو ديال القرفه. اي فوالا. من بعد ما ساليت غادي نضيف الزبيب وغادي نضيف كذلك القرفه. من الاحسن القرفه تكونوا شاريينها وطحنينها هكا باش لو كو ديالها كيكون كونسونطري. اي فوالا. هنايا ضفت القرفه. بالنسبه للقرفه كديروا تقريبا واحد نص ملعقه صغيره، وغادي نطرب الخليط ديالي كامل. هذا التطريب راه كيساعد بزاف باش ان الكيك ديالكم يجي مهوي ويجي رطب من الداخل. فوالا. غادي نستمروا هكا في التحريك حتى ينسجموا لي المكونات كاملين. هاد الباتور هذا راك ديجا تشاركتو معاكم جو بونس في شي فيديو، خديتو من بيم صراحه صدق لي زوين بزاف. ودابا غادي ندوز باش غادي نبدا نضيف الدقيق. نضيف الدقيق الابيض نضيفو تدريجيا. بطبيعه الحال ضروري اننا نغربلو الدقيق، حبذا لو انه تكونوا مغربلينو قبل شي دو فوا، والمره الثالثه هي اللي غادي تغربلو هكا في الخليط ديالكم باش هذوك الكويرات ما يكونوش. فوالا. دابا غادي نبقى نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق راه عينيكم ميزانكم دائما. الدقيق اولا الخليط ديال الكيك ما خاصوش يكون ثقيل بزاف وما خاصوش يكون جاري بزاف، يعني يكون بين بينين. تاخذوا هكا باش تعرفوا ان الخليط ديالكم راه ناجح. كتشدوا كتحاولوا كتهزوا بشي معلقه ولا باي حاجه، وكتحاولوا تكتبوا الرقم 8 الا تكتب لكم بلا ما يتقطع الخليط فصافي راه الخليط هو هذاك. دونك هنايا غادي نضيف الدقيق وغادي نضيف جوج ديال لي ساشي ديال الخماره ولا الخميره الكيماويه، وغادي نغربلوهم حتى هما حيت كيكونوا يعني كيكون مجموعين، فمن الاحسن انهم يتغربلوا باش هكا ماشي تجمعوا الخليط ديالكم وتطيحوا في شي كركوبه هكا ديال الخميره. فمن الاحسن انها تغربل. ومع الطراب الكهربائي كذلك فراها كيعاون ان هذوك الكويرات ما يبقاوش لينا. فغادي نستمروا في التحريك هكا وفي الخلط ديال الكيك وصافي. وغادي نرجع معكم باش غادي نديروها في المول ديالنا اللي غادي ندخلو ان شاء الله للفران. فوالا. هنايا كما شفتوا شديت المول ديالي دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق وخويت فيه الخليط وغادي ندخلو الفران. بالنسبه للفرن كيكون بارد من قبل ما كيكونش سخون. كنشدو وكنشعلوا عليها من التحت حتى كطيب، وكندخلوا فيها شي سكين ولا شي كوردون. الا خرج لنا ناشف كنعرفوها انها صافي طابت. كنزلوها غير كتاخذ لينا اللون من الفوق صافي، وكنقدموها كما شفتوا هنايا انا قلبتها في الطبسيل كتجي هشيشه فريمون هشيشه بزاف وكتجي مهويه من الداخل. هنايا هي شوفوا كيفاش كتجي. تقدروا انكم تدهنوها بشي حاجه كيف تقدروا انكم تخليوها هكا
فكما شفتوا هنايا راها كتجي بومبي، كتجي زوينه وهشيشه بزاف وبنينه. دونك دابا غادي ندوزو باش غادي نزينو الكيك ديالنا. التزيين كيبقى اختياري، انا درت واحد التزيين لي سامبل. كما شفتوا راني نسيت ما قلبتهاش، نورمالمون خاصني نقلبها على الوجه ديالها ولكن ماشي مشكل. هنايا غادي ندير لها غير العسل. بالنسبه للعسل استعملت العسل الحر. تقدروا تستعملوا نتوما اي حاجه، فمن الافضل انكم تستعملوا العسل الحر هكا باش تعطيو لوليداتكم ياكلوه. وصافي غادي نزين هاد الزين لي سامبل. غادي ندير غير الكركاع، وها هو الكيك ديالي واجد كيجي صراحه بنين، وتقدروا تصيفطوه معكم الكوته ديال وليداتكم. انا هادشي اللي درت في الاسبوع الاول، درت كيك، درت دي بغيوش، وشريت هادوك الحليوات من بيم اللي غادي نبقى نصيفطهم ان شاء الله. بطبيعه الحال راه كتصيفطوا الفخوي، ولكن ضروري من شي حاجه هكايا حلوه مصوبه في الدار تصيفطوها معاهم. اي فوالا، كان هذا هو الكيك ديالي. غادي نخليكم تشوفوا الشكل النهائي ديالو، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. وصافي البنات، غير جربوا داك الكيك راه كيجي غزال. هنايا صافي من بعد ما سالينا مشينا خرجنا، خديت هنايا غير واحد صالاد. واحد السيد صراحه كيبيع دي صالاد اللي زوينين. خديت هاد الصالاد هادي فيها لي بات، فيها مايس، فيها لي فرomاج، وفيها المهم بزاف ديال الحويجات كتجي بنينه. خديت قطعت غير شويه ديال البلاح وشويه ديال البطيخ، وصافي مشينا جلسنا شي شويه دينا الوليدات يلعبوا. صراحه واحد الجو اللي زوين بزاف هكايا حدا البحر. وصافي كان هذا هو النهار ديالي. جلسنا كلينا داكشي القسم الله على برا، ورجعنا للدار باش غادي نرتاحوا ونعسوا حتى الغد ليه ان شاء الله، ونبداو نهار جديد. وتسناوني في فيديو جديد ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، ووصلنا لنهايه الفيديو. بالنسبه لاول مره غادي تشوف القناه، فشنو كتسناي؟ نزلي ضغطي على زر الاشتراك، فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. الى عجبكم الفيديو وكملتوه حتى لهنا، فضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، وخليوا لنا لي كومونتير ديالكم. وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.